عن جد من اصعب الايام امبارح كانت على خان يونس. يا ولدي الناس، ايش امبارح صار في خان يونس؟ اقسم بالله انا شفت مشاهد قدامي. والله الشهداء على الارض، على الارض فوق ال30 شهيد و40 شهيد والله، ودمهم قاعد بنزف وفيش اسعاف يجي يشيلهم ولا في حد قادر يشيلهم. وجيش الاحتلال لما كان اي اسعاف بروح باخذ هدول الشهداء بخبطوه اول باول. حسبنا الله عليهم، انا مش عارف شو بدي اقولهم. اقسم بالله اللي صار امبارح في خان يونس اقسم بالله اشي كتير. يا عمي، يا عمي خلصونا هالحرب، سلموا الاسرى، اعملوا اي اشي، وقفوا هذه المجازر. امبارح في خان يونس يعني انت بتحكي في 100 شهيد وتقريبا 300 اصابة علشان قالوا بدهم يختالوا الضيف، وطلع الاشي كمان كذب. يا عمي الناس اقسم بالله تعبت. يا عم وقفوا هذه الحرب، وقفوها علشان الله. امبارح صحيوا من الصبح يخبطوا في هالناس الغلابة. امبارح الجيش مسح مربع كامل في منطقة المواصي علشان ايش؟ قال انه اغتال محمد الضيف، وبالاخر طلع كذب. يا زلمة اقول لك شغلة، والله انك جيش فاشل يا زلمة، انت بس مش هتعرف تختالها. بدك تختال محمد الضيف هيك فجأة على السريع نطيت هذا النطة يا زلمة. اقسم بالله انك يعني جيش بسود الوجه. والناس اللي ماتت امبارح هدول ايش ذنبهم اصلا؟ يعني انت قتلت امبارح 100 شهيد وتقريبا حوالي 300 اصابة علشان انت مش عارف تشتغل صح. هدول الناس ايش ذنبهم؟ بدك تختال محمد الضيف؟ والله ما انت مختال بس يا زلمة.